القرن الإفريقي هو واحد من أكثر مناطق العالم عرضة لتغيير المناخ، كما يعاني أيضاً من الصراعات وانعدام الأمن المزمن. بعد المجاعة الصومالية في عام 2011 اجتمعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتطبيق أفضل ممارساتها، وأنشأت برنامج الصمود الصومالي أو سام راب. من خلال هذا التعاون قمنا بتطوير استراتيجية متعددة السنوات وتصميم برنامج للمساعدة في تحسين قدرة المجتمعات الصومالية على الصمود. وقد لاقت الاستراتيجية صدى لدى الجهات المانحة، وسمح لنا دعمهم بتشكيل برنامج شامل ومتعدد القطاعات لبناء القدرة على الصمود، مما أتاح لنا تنفيذ مشاريع مختلفة شكلت برنامجاً متكاملاً. يعمل نهج سام راب القائم على المناطق مع المجتمعات من أسفل إلى أعلى، ومع الجهات المانحة والحكومات من أعلى إلى أسفل. نحن نتشارك مع المجتمعات والحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتعزيز وتنويع سبل العيش وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز التماسك الاجتماعي لمنع النزاعات وتعزيز الحكم السلمي. يعمل نهج بناء القدرة على الصمود لدينا مع المجتمعات لتحسين قدرتها لامتصاص الصدمات والضغوط مثل ضغوط الجفاف المتكرر. نحن ندعمهم للتكيف بشكل أفضل مع التغيرات في المناخ في مجالات مثل التنوع في مصادر الغذاء وزيادة الدخل. أخيراً، ومن خلال العمل مع القطاع الخاص والحكومة وغيرها، فإننا نهدف إلى تحويل أنظمة المجتمع نحو الصمود والشمولية. لتسهيل العمل وتصميمه نتبع نهج الإدارة التكيفية، نراقب باستمرار ونوفر احتياجات المجتمعات التي نعمل معها. تساعدنا قياسات المرونة السنوية لدينا أو ARMS في تقديم فعالية تدخلاتنا. مراقبة مدى التعرض للصدمات يوجه تدخلاتنا الطارئة كما في معدل الأزمة. مع نمو سام راب نستضيف الآن منصتين: مختبر ابتكار الاستجابة الصومالية أو سام ريل، وهو تعاون عالمي في مجال الابتكار الإنساني يعزز التعلم والتعاون وخلق الشراكات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية. المنصة الثانية هي شبكة عمل التعلم Resilience Nexus، التي تعمل على تعزيز القدرات ومشاركتها لتحسين التنمية المحلية في جميع أنحاء الصومال والسودان وجنوب السودان وخارجها. سام راب هو واحد من أقدم البرامج التحالفية لتعزيز الصمود في سياق هش، إذ أصبح نموذجاً لبرامج تعزيز الصمود وجسر الفجوة في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء السلام. على مدى السنوات العشرة الماضية قام سام راب بمساعدة المجتمعات المحلية على وضع خطط عمل وتكيف مجتمعية ونظم إنذار مبكر، وقد زود معدل الأزمات الأسر بتحويلات نقدية طارئة، مما ساعدها على النجاة من الصدمات قصيرة الأجل مع الحفاظ على قدرتها على الصمود على المدى الطويل. لقد دعمنا الأسر بتدخلات نقدية مقابل تطوير أصول المجتمع. لقد قمنا بتدريب الأسر على تربية الحيوانات، كما وقمنا بتدريب وتجهيز العاملين في مجال الصحة الحيوانية والماشية الملقحة أو المعالجة. لقد قمنا بتدريب المزارعين، مما ساعد في تشكيل مجموعات من المزارعين، كما وقدمنا مدخلات زراعية. على مدى السنوات العشر الماضية جمعت سام راب أكثر من 134 مليون دولار، مما أتاح لنا تحسين حياة أكثر من 4 ملايين شخص بشكل جماعي في جميع أنحاء الصومال وأرض الصومال وخارجها. وتأثيرنا: شهدت المجتمعات التي نعمل معها انخفاضاً كبيراً في الجوع وسوء التغذية، كما وحققت دخولاً أعلى وهوامش أرباح أفضل. انخفضت الهجرة الناجمة عن الجفاف وتحسين الوصول إلى معلومات الإنذار المبكر للحد من تعرضات المجتمعات للصدمات مثل صدمات الفيضانات. التطلع إلى المستقبل: نحن نخطط لمواصلة توسيع نطاق جهودنا من خلال شراكات مؤثرة مع المجتمعات والمنظمات ذات التفكير المماثل والحكومة والجهات المانحة، كما ونخطط للاستمرار في أن نكون قادة الفكر والابتكار عندما يتعلق الأمر ببناء مجتمعات ومنظمات وأنظمة مرنة، بحيث يكون لدينا جميعاً أملاً في مستقبل أفضل.
نأمل أن تتمكنوا من الانضمام إلينا في هذه المهمة.